انسي خلاص انك من بره تاني تشتريها، خليكي تتحدي الحاتي بيها الفراخ المشويه، كل اللي هيدوقها من ايدك هيشكرك عليها. وتعالوا نجهز احلى تتبيله. في الخلاط ضربت بصلايه ومعاها طماطمايه وخدت الميه بتاعتهم بس، واضيف عليها علبه زبادي ومعلقتين كبار من الكاتشب او الصلصه ومعلقه كبيره من الصويا صوص ودبس الرمان، بيدوا طعم ولون حلو جدا للفراخ، ومعلقتين كبار من الخل ومعلقه كبيره من المستردة ومعلقه عسل ابيض او معلقه سكر وثلاث معالق كبار زيت وشويه بهارات مكتوبه عندكم على الشاشه وعصير ليمونه. وهقلب البهارات مع التتبيله دي كويس قوي، وهضيف الفراخ بعد ما غسلتها وقطعتها حتت صغيره زي بتاعه الحتي، وهسيب الفراخ في التتبيله دي اقل حاجه ساعتين. وعشان تبقي استاذه وتعملي اجمل المشويات في البيت وما تشتريهاش من بره تاني، هسيب لكم تطبيق مجاني فيه وصفات كتيره للمشويات واكلات المطاعم، هتلاقيه في اول تعليق او في البايو. حمليه مره واحده بس وبيشتغل من غير نت، وصدقيني مش هتستغني عنه ابدا. وبعد كده جبت الشبكه ورصيت فيها قطع الفراخ، وجبت صينيه وحطيت فيها ورق فويل وباقي التتبيله وشويه من الميه، وهدخل الفراخ الفرن على درجه حراره 200، وهقلب فيها كل شويه لحد ما تستوي معانا وتاخد اللون ده، وارصها على شبكه وتحتها فحميه، وتاكلي احلى فراخ ريحه وطعم الفحم، ولحمها طري قوي ومش ناشف وبتدوب في البق دوب. جربوها ومستنيه رايكم في التعليقات، وصحتين وهنا.